الاهلي يرحب ببيع محمد مجدي قفشه لاهلي طرابلس الليبي بعد تصريحات حسام البدري مدرب الفريق، وينتظر وصول عرض رسمي للنادي. امام عاشور يرد على سخرية البعض من دموعه في مباراة المنتخب الوطني اثناء النشيد الوطني، ويؤكد ان دموعه كانت حقيقية بعد ان شفاه الله من اصابتين ورا بعض كانت احدهم من الممكن ان تجعله يعتزل كرة القدم، وهو ليس في حاجة لاخذ اللقطة. في ظل خروج انباء بالامس عبر مواقع كبرى في مصر عن اجراء سيد عبد الحفيظ محاولات مع مهاجم مميز لاقناعه باللعب بالشرق الاوسط وتقدم النادي على الاسم بشكل كبير، هل يكون هو يوسف ساليتش المهاجم الفلسطيني الذي رفض اللعب للنادي الاهلي في الشرق الاوسط اكثر من مره من قبل؟ مجرد سؤال وليس معلومه. لو حدث ذلك هتكون صفقه من العيار التقيل لسيد عبد الحفيظ، خصوصا ان اللاعب مميز جدا وفلسطيني ولن ياخذ مكان لاعب اجنبي في الفريق. الاهلي يتفق مع حامد حمدان على الانتقال للفريق في يناير المقبل، وتم الاتفاق على راتب اللاعب السنوي، وفي انتظار كتابه اللاعب رغبه لنادي بتروجيت بالانضمام للنادي الاهلي لانهاء النادي الاهلي كل شيء مع بتروجيت. حامد حمدان يعتذر لمسؤول زملكاوي كبير يتواصل معه باستمرار الفترة الماضية، ويؤكد له أنه لا يفضل الانتقال للزمالك في الوضع الحالي للنادي، وخصوصا أن أمامه حاليا أكثر من 8 عروض من أندية مستقرة من مصر وخارج مصر، ونادي الزمالك لم يعد خيار أول بالنسبة للاعب. بعد فوز منتخب مصر على نيجيريا في مباراة ودية بنتيجة 2-1 وتألق زيزو بأسيستين، منتخب مصر يسافر اليوم إلى المغرب استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. يفتتح منتخب مصر مشواره في أفريقيا بمواجهة زيمبابوي، وتقام المباراة يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام 10 مساء بتوقيت مصر. الأهلي يناقش عرض برشلونة الجديد لحمزة عبد الكريم بعدما رفع النادي الأسباني عرضه خلال الساعات الماضية، واتجاه كبير للموافقة على احتراف اللاعب خلال الأيام المقبلة حال تم التوصل لاتفاق على نسبة إعادة البيع. رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة: لم نحصل على حقوق رعاية إمام عاشور من الأهلي ولن نتقدم بشكوى نظرا للعلاقة الطيبة بين الناديين. صحيفة سبورت الأسبانية: حمزة عبد الكريم سيتدرب مع فريق برشلونة الأول في تحضيرات الموسم الجديد بالصيف في حال الموافقة على انتقاله من الأهلي لبرشلونة. عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمد الضماطي: طرح شركة النادي الأهلي لكرة القدم في بورصة مصر تحت الدراسة. منتخب أسبانيا سيستغل تواجده في قطر بشهر مارس القادم لخوض مباراة الأرجنتين، وسيلعب مباراة ودية تانية قد تكون ضد منتخب مصر استعدادا لكأس العالم 2026. نفى معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية للتعاقد مع أحمد هاني ظهير أيمن الفريق، مؤكدا أن هذه الأنباء غير صحيحة. عروض لمحمد مجدي قفشه من قطر وليبيا للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل، وقفشه يواصل برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة. عمر مرموش نجم منتخبنا الوطني يؤكد للموقع الرسمي لمان سيتي الإنجليزي أنه وكل زملائه في منتخب مصر يسعون إلى الفوز بالنسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية والوصول لمرحلة معينة في كأس العالم في يونيو المقبل، والجودة التي يمتلكها المنتخب المصري حاليا تؤكد أنه الأفضل في أفريقيا، وسيظهر هو وكل زملائه قدراتهم للعالم في المونديال. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.